نحييكم في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، ونسأل الله أن يعود وطننا الغالي أكثر أمنا واستقرارا بعد زوال هذه الطغمة الفاسدة، ونعلم من جانبنا هدنة من جانب واحد ليوم الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس. ونتمنى أن تكون هذه الأيام فرصة للتسامح والمصالحة بين جميع مكونات شعبنا الكريم. نشعر بمعاناة شعبنا بسبب هذه الحرب والظروف الإنسانية الصعبة التي خلفتها في جميع مناحي الحياة، وأملنا أن نخرج منها أكثر قوة ووحدة. نتابع باهتمام كل الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين الأبرياء من كل الأطراف، وخاصة من قبل قواتنا، والاتهامات بالسرقات وغيرها من التقارير والادعاءات. هذه الانتهاكات تخالف قانون الدعم السريع وتوجيهات قيادته العليا، وسنصدى لها بحزم وجدية. نؤكد بشكل واضح أن موقفنا الراسخ أننا نرفض وندين أي انتهاكات ترتكب ضد المواطنين، بما فيها ما يثبت حدوثه بواسطة أي من منسوبي قوات الدعم السريع.